شعبي العزيز، قد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية. لذلك ندعو إلى الانتقال من مقاربات تقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة. هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين في جميع المناطق والجهات دون تمييز أو إقصاء. ولهذه الغاية وجهنا حكومة لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجاوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية. إننا نعيش مرحلة فاصلة ومنعطفا حاسما في تاريخ المغرب الحديث، فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025 وهناك ما بعده. لقد حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى القويرة الذي لن يتطاول أحد على حقوقه وعلى حدوده التاريخية. هنا وطن قلبه يفيض بالحنان ونقدروه بامتنان، حبه ويحبنا ديما وهذا من زمان. هنا وطن، هنا وطن، هنا وطن صاحب نجاحات وأمجاد، حبيب شعب هاد البلاد، رمز الفخر لينا وحبه كل يوم يتزاد. هنا وطن، هنا وطن، هنا وطن أشعار تكتب في عشقه، معروف للعالم مجده، إنجازاته تبتع والله في قلب أرضه. هنا وطن، هنا وطن، هنا وطن ومقام عالي من هذا الزمان. هنا وطن وبفضله بلاده وشعبه في أمان، الله ينصره ويسدد خطاه، رحنا يا معاه وحبنا له ملو تبان. هنا وطن ومقام عالي من هذا الزمان،
غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي. لذا نحرص على استكمال المشاريع الكبرى التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، وتوفير الخدمات والبنيات التحتية المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية، وكذا تسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي، وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك، بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي. شعبي العزيز، لقد مكنت المسيرة الخضراء من استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، ومنذ ذلك الوقت تغيرت خريطة المغرب، ولم نستوعب بأن الرباط صارت في أقصى الشمال، وأكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد. فالمسافة بين أكادير وطنجة هي تقريبا نفس المسافة التي تفصلها عن الأقاليم الصحراوية، وليس من المعقول أن تكون جهة سوسماسة في وسط المغرب وبعض البنيات التحتية الأساسية تتوقف في مراكش، رغم ما تتوفر عليه المنطقة من طاقات وإمكانات.